كتير وقفت كده وقعدت افكر، هو انا ليه المفروض اعمل مشروع؟ او ليه المفروض انجح في الوظيفة بتاعتي او انجح في الشغل اللي انا بعمله؟ لو سألت 95% من الناس بتشتغل ليه او عايز تعمل مشروع ليه، هيقولك عشان اكسب، عشان اجيب فلوس، عشان اعيش حياة كويسة. ولكن في ما وراء الاحداث، او زي ما بيقولوا في الكواليس كده، في حاجة، شعرة صغيرة، فرق ما بين المكسب وان انت تعمل فلوس، وفرق ما بين ان انت تعمل حاجة تعمر او تعمر في الارض، حاجة تفضل موجودة حتى لو انت سبت المشروع او سبت الدنيا ومشيت. لو قعدت تفكر في الموضوع، وده لازم تفكر فيه، هو انا ليه، يعني ليه المفروض انجح؟ ليه المفروض اكون من الناس اللي عاملين اثر طيب في الارض؟ حتى على فكرة مش بقول ان المشروع بس هو اللي بيعمل كده، لا، انت ممكن في الوظيفة بتاعتك تعمل كده، ممكن في المهنة بتاعتك تعمل كده، او في الصنعة بتاعتك تعمل كده، وبرضه في المشروع بتاعك تعمل كده. ولكن في شعرة صغيرة انا بسميها البيز او القاعدة اللي بيتبني عليها اي شيء. لانك لو عايز تعرف اصل اي شيء، ارجع للاصل بتاعه. يعني انت النهارده عايز تعرف مثلا قصة نجاح شركة ابل، فهترجع ترجع تلاقي واحد فيه اسمه ستيف جوبز راح جاي عامل الفكرة، وبعدين دخل، وبعدين وهكذا. فلو جيت فكرت وبحثت ودورت، فانا ليه المفروض اكون ناجح؟ وليه المفروض اكون شاطر؟ وليه المفروض اكون غني؟ وليه المفروض اكون ثري؟ وليه المفروض اكون ان انا من الصالحين المصلحين، سواء في وظيفتي او في مشروعي؟ هترجع للاصل لزمان قوي، قبل ما يبقى في اي مخلوق على وجه الارض غير ادم، اللي هو ابونا ادم، اللي هو اصل البشريه. هتلاقي كده ان ربنا سبحانه وتعالى فجاه في سوره البقره في ايه 28 29، ربك سبحانه وتعالى يجي كده يروح جاي يعني داخل عليك. يعني انت تلاقي الحديث كله اتغير، والحديث فجأة جه في حتة بعيدة خالص. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقبلها على طول تلاقي ربك سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الآيتين دول عارف فيهم تأسيس وتوضيح لأي فكرة مشروع أو لأي بزنس أو لأي حاجة أنت بتعملها. هتقول لي إزاي؟ هقول لك. أنا النهاردة تخيل معايا كده إن أنا عندي ابن، ولله المثل الأعلى طبعا. فأنا قلت لابني أول ما هتتخرج أنا هعمل لك شركة. يعني إيه أنا هعمل لابني شركة؟ يعني أنا النهاردة هجيب له مكان، على سبيل المثال هساعده في تعيين الموظفين أو هعمل له موظفين، هخلي الشركة شغالة وأقول له خد أنت إيه؟ معاك كل حاجة بقى، معاك حسابات، معاك تسويق، معاك مبيعات، معاك خدمة عملاء، معاك كل الأقسام. ودور الشركة بتاعتك دي إيه؟ لو أنا مديها لك بتكسب جنيه أو بتكسب دولار، خليها أنت تكسب 100 و200 و300 وأنت طالع. فربك يقول لك إيه؟ قبل ما قال للملائكة، أو في حديثه المباشر للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاء قبلها مباشرة وقال لهم إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. يعني ربك خلق كل اللي في الأرض بتاعك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء في الأرض ده بتاعك. يعني أنت مش مطالب بس غير إن أنت تستخدم الرزق والأدوات اللي ربنا حاططها لك في الأرض عشان خاطر تعرف تاخد الخلافة صح. وفي آية تانية ربك يقول لك إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ده كمان ده في السماوات والأرض، هنا الإيه؟ التوسع زاد قوي. هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبعديها جعل الإنسان أو جعل بني آدم خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب يعني إيه كلمة خليفة؟ يعني إيه كلمة خليفة؟ كلمة خليفة ليها شقين. الشق الأول فيها إن في شيء هيخلف شيء. يقول لك كده إيه؟
الراجل خلف او الست خلفت في اللغة بتاعتنا، اصبح لما هو يخلف اصبح ان جاب شيء بيخلفه. ففي معنى خفي للخليفة هنا ان هي تقريبا نعي، او يعني كأن ربنا بيقول لنا ايه، كله رايح. ما طالما شيء هيخلف شيء يبقى معناها ان الشيء ده هيروح، واللي هيخلفه هو اللي هيكمل، واللي خلفه ده هيروح وفي خلف ليه هيجي، وهكذا تستمر الايه، الحياة بلا بقاء ابدي. لمين؟ لبني الانسان او لبني ادم او لبني البشر. الحاجة التانية ان الخليفة ده، طب الخليفة ده هيخلف مين؟ هو هيخلف بعضه بعضا، ولكن لو جيت بصيت هيخلف في ايه؟ يعني ايه الادوات اللي هيخلف فيها؟ هتلاقي ان الارض، هو الذي جعل لكم الارض فراشا، وهتلاقي ربنا سخر لك ما في السماوات وما في الارض. يعني انا المفروض، انا لما اكون خليفة ربنا في الارض، يعني انا المفروض اضعف الايمان ان انا ما اكونش من المفسدين، ان انا ما اكونش بافسد في الارض، انا بكون من المصلحين فيها. الحاجة التانية والمهمة جدا، ايوه انا فهمت دلوقتي الخليفة، وفهمت ان انا راجل خليفة ومستخلف، عايز بقى اعرف ازاي اكون خليفة صح، واكون معايا ادوات الخلافة، واكون من الناس اللي ماشية في الدنيا تعمر، ومفيش مستحيل يقدر عليها، ومفيش اي حاجة ممكن توقفها. هتلاقي ربك راح جاي موضحها لك في موقف تاني، يقول لك ايه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شفت الموضوع ازاي بيرد وبيرجع تاني برضو للإيمان، وبيرجع برضو للبزنس. انت النهارده لو بصيت على كلمة بزنس هتلاقي بزنس مان، يعني رجل أعمال. فربنا يقول لك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ايه جزاء الناس دي؟ ايه جزاء الناس دي؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دي برضو آية اطمئنان، زي في الأول في سورة البقرة لما ربنا، زي ما في الأول في سورة الفاتحة ربك قال لك إيه؟ قال لك صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هي يعني أنت مش لوحدك اللي هينعم عليك، لا ده في ناس غيرك كتير أنعم عليهم. فهنا ربك يقول لك إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط واحد بس، يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. كفاية كده النهاردة، وعايزك تقول لي استفدت ايه، وتكتب لي في التعليقات لحد ما اشوفك الحلقة الجاية على خير يا صديقي العزيز. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمره، يعني ربنا يعمل اللي هو عايزه. ده فن إدارة ده. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. عرفنا خلاص إن إحنا مستخلفين.